وبركاته. مع الفالي. وما أدراك ما الفالي، خلنا نسمع. الفالي مادة قديمة، بس هذه مصيبة. هي المادة قديمة صح، بس هذا طامة كبر على الفالي وغير الفالي. من الحي الآن موجود يا جماعة، سيد عالم يقول عند مرحوم من هذه، قلت سيدنا شنو هاي رواية اللي طبعا الإسناد الفالي عزكم الله، المرحوم الفلان، السيد الفلاني، الشيخ العالم الفلاني قبل 112 سنة ونص رأى في المنام رؤية. تعال روح اسأل وتعال روح دور. والمرحوم فلان، اسأل المرحوم. انت تقول السلام عليك يا ابو عبد الله وتبدأ الصلاة؟ قال لي لا دراية. قلت له شنو دراية؟ قال يعني سيد اقعد حتى اسولف لك. يلا قعدوا حتى يسولف لنا السيد. قعدوا صير رجال. انا في ليلة من الليالي رأيت في عالم الرؤيا. ايش قلنا لكم احنا؟ مو قلنا لكم كل عالم رؤية كله؟ شنو هالدين هذا اللي كله احلام باحلام؟ شنو هالدين هذا اللي كله رؤية برؤية بحلم؟ بالرؤيا ملك عظيم ايوه نزل على رسول الله، انا انظر جاء الى رسول. زين، لحظة. هو حلم وقصة، ايش حقه انقلب الى لطمية ونواح؟ ليش قلبها الى لطمية ونواح وعويل؟ رسول الله بكتابي على إضبار فاين، انظر إلى رسول الله بكتابي على إضبار فاين. قال يا رسول الله وقع. هذا شنو أوقع؟ ملك نزل من السماء على الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده ملف، عنده فايل لونه أخضر فاتح وعلى زري من فوق، ويقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم وقع. قال يا رسول الله مدينة طهران ملئت بالفساد. ما شاء الله، مدينة طهران اسمها طهران من 1400 سنة، وشوف سبحان الله التاريخ يعيد نفسه، من 1400 سنة وهي مليئة بالفساد إلى يومنا هذا. بعد ما في مجال أوراق سوداء وقع لكي نقلب طهران رأسا على عقب بالزلزال. لا الله سبحانه وتعالى الآن قالبها بالإيدز، ضاربها إيدز الحين مشلخها تشلخ، لا تخاف. رسول الله كلما صفح لم ير مكانا أبيضا، وقع رسول الله على ذلك الكتاب. طيب الملف هذا يعني متروس كتاب اللي مو لاقي الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يوقع، ولا مو لاقي قلم؟ شو المشكلة كانت يعني؟ ثم جاء بالكتاب إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين يا علي وقع. نعم. كتاب هلاك أهل طهران نظر وقع، ولكن لما جاء إلى فاطمة الزهراء سيدتي فاطمة وقعي هذا الكتاب، نظرت صفحتين 3 صفحات، قالت 4 صفحات 5 صفحات. هذا الكتاب، نظرت صفحتين 3 صفحات، قالت أعلم ولكن لا أوقع. ما شاء الله. فاطمة الزهراء رفضت أن توقع على هلاك طهران. فاطمة الزهراء أرحم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرحم من علي رضي الله عنه وأرضاه، تبارك الرحمن. تفضل يا فالك كمل بابه. 3 صفحات، قالت أعلم ولكن ما توقعين. ليش الملك يقول لها ليش؟ لأن هذا الملك ملاتهم كلها من السماء والناصرية. ليش ما توقعين؟ ليش سيدتي؟ أهل طهران بلد مغروق بالفساد، 50 سنة. من زمان مغروق بالفساد، من عمره مغروق بالفساد. أهل طهران بلد مغروق بالفساد 50 سنة قبل نريد نقلب البلد. ليش؟ شنو السبب؟ قالت إلى الآن في أزقة طهران، بعد هناك في هذا البلد أرى أعلاما سود كتب عليها يا حسين. طيب لحظة يا الفالي، يعني فاطمة الزهراء وهي على حياتها عايشة يعني تشوف أعلام سود في طهران مكتوب عليها يا حسين، يعني قاعد تشوف طهران بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. لا، حلم هندي. روح بابا كمل. أنا في المجلس في البلد الذي يقام مجالس ولدي الحسين، أسأل من الله أن يحفظ ذلك البلد. فبكى رسول الله وبكى أمير المؤمنين، والملك أخذ الكتاب وارتفع إلى السماء. اتوهق الملك راح بصراحة،
يعني فاطمة الزهراء رضي الله عنها فشلت الملك ورجع الملك. مرحوم سيد عبد الهادي الشيرازي نظر إلى سيد أحمد قال له المرحوم الحين رأى وارتفع إلى السماء. مرحوم سيد عبد الهادي الشيرازي نظر إلى سيد أحمد قال له يا سيد أحمد كلما عدنا من الحسين عليه السلام أمان هذه البلاد ببركة الحسين، الصلاة ببركة الحسين، ما دام في هذه البلاد شعار يا حسين الأعلام السود حسين ما شاء الله كل سنة أرى وجوه شباب طيبين جدا. زين خلاصة الكلام هذا شنو الحين؟ علام حسين وحسينيات غيره، خلاصة كلامك شنو؟ لابسين السواد كاتب على صدره يا حسين. ابكوا لا اسكر غرفة، ابكوا لا اسكر غرفة. السواد